اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. قبل ما نبدأ يا حبيبي الفيديو بتاعنا النهارده هنصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. حبايبي هنعمل ايه يا ترى على الغدا النهارده؟ هنعمل ايه يا حبيبي على الغدا النهارده؟ غدانا ان شاء الله هيكون هنعمل نجريسكو بالفراخ. معانا طبعا قطع فراخ اهي زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هتكون مقاديرنا ان شاء الله. معانا فلفل الوان مقطعينه زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. بصلتين متوسطين كده. البهارات بتاعتنا معانا بابريكا، كمون، فلفل اسمر، 7 بهارات، كزبرة ناعمة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طبعا هنبدأ هنقطع البصل ده في الكبة بتاعتنا. قطعنا يا حبيبي البصل بالشكل ده. نظبط الكبة بتاعتنا طبعا اهو. بالشكل ده يا حبايبي اهو. سيبي ننزل بس اللي في الفرن. انا يا حبيبي طاسه على النار حطينا فيها معلقه سمنه نباتي يا حبيبي زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. نعصر الفراخ بتاعتنا اهو. احنا شايفين بالشكل ده اهو. ننزل طبعا بالفلفل بتاعنا اهو يا حبايبي كده. التوابل بتاعتنا بالشكل ده. نديهم تشويحه كده ان شاء الله لحد بس ما نقطع قطع الفراخ بتاعتنا. معانا يا حبيبي قطع الفراخ زي ما احنا شايفين اهو بالشكل ده كده. بالشكل ده يا حبايبي اهو. طبعا تقطيع كده اهو طول كده اهو كده. بعد كده مكعبات يا حبايبي كده زي مكعبات بالظبط البطاطس اهي. طريقة سهلة خالص اهي بالشكل ده.
هي يا حبايبي بالشكل ده كده. ايه رايكم بالشكل ده كده اهو. بالشكل ده يا حبايبي كده. هنقطع بقى الكميه ان شاء الله ونرجع لكم تاني. بصلايه يا حبايبي تتبلت بالشكل ده اهو. هننزل طبعا قطع الفراخ بتاعتنا. المرحله اللي بعد كده يا حبايبي حطينا حله على النار. طبعا زي ما احنا شايفين كده هنحط معلقه ملح. هنسلق طبعا المكرونه بتاعتنا. الميه خلاص اهيت بدأت تغلي معانا. طبعا عصاج اللحمة كده خلاص. الفراخ اهو استوى. العصاج بتاعنا كده يا حبايبي خلاص كده جاهز معانا طبعا كيلو لبن. هنعمل البشاميل للمرحلة اللي بعد كده ان شاء الله. معانا يا حبايبي مكرونة قلامة اهي بالشكل ده. هننزل على المية بتاعتنا كده مع الكيس طبعا. مش هنحط الكيس التاني ده كله على قد الصينية بتاعتنا بس اهو بالشكل ده كده. نسيله معانا ان شاء الله. وهنشوف المرحلة اللي بعد كده مرحلة البشاميل هنعمله ازاي مع بعض. المرحلة اللي بعد كده يا حبايبي هنعمل البشاميل طبعا هنعمله على البارد. المرة دي معانا بشاميل جاهز. مش هنحمر دي بسمنة طبعا زي ما كنا بنعمل كده الاول وننزل عليه باللبن. هنعمله على البارد المرة دي اهو بالشكل ده. تغيير مش اكتر يا جماعة. طبعا كل ده على البارد اهو. ولو حابين برضه نعمله في الخلاط عادي برضه شغال برضه. طبعا المضرب كده تمام معانا خلاص اهو بالشكل ده كده. طبعا يا حبايبي ولعنا النار عليها اهو بالشكل ده. ايدينا برضو فيه كده عشان ما يكتلش معانا بالشكل ده. هننزل طبعا على البشاميل بتاعنا معلقه مكعب زبده زي ما احنا شايفين كده. حاجه بس بطعمه معانا. لو مش متاح عادي برضو. والبشاميل ده يعني بيبقى عليه كل حاجه. المكرونه بتاعتنا كده خلاص اهي دخلت في السوا بالشكل ده خلاص كده. خلاص كده اهي. هننزل في المصفى بتاعتنا بالشكل ده. هنديها يعني شطة بسيطة كده لأن طبعا مكرونة البشاميل لو نجريسكو والحاجة دي كلها ما بتحتاجش طبعا مكرونة
نغسل بميه خالص بالشكل ده اهي. المكرونه كده جاهزه معانا اهي بالشكل ده. صفي ميتها كده. البشاميل كده خلاص اهو يا جماعه، خلاص كده جاهز معانا اهو بالشكل ده. يعني طبعا حله زي ما احنا شايفين كده. هننزل بكميه المكرونه بالشكل ده كده اهو، الكميه كلها يا جماعه. نزلنا كده بكميه المكرونه اهي. هننزل تاني مرحله معانا. عصاج الفراخ يا حبايبي اهي بالشكل ده. نخلط كده. هنخلط طبعا كل المكونات بتاعتنا بالشكل ده اهو. هننزل بنص كمية البشاميل اهو، نص كده بالشكل ده اهو. في ناس بتاكلها كده، بس طبعا احنا بنحب ندخلها الفرن تاخد وش كده زيها زي المكرونه البشاميل بالظبط. هنركن طبعا دول كده على ناحيه. معانا الصينيه اللي احنا هنعمل فيها نجريسكو النهارده بالشكل ده اهي. هننزل شويه من صوص البشاميل بتاعنا اهو بالشكل ده. هننزل طبعا بالخليط بتاعنا بالشكل ده. بالشكل ده. طبعا معانا جبنه، معانا ميكس جبن يا حبايبي اهو بالشكل ده. هننزل طبعا نزلنا بالجبنه يا حبايبي اهي، جبنه موتزاريلا اهي طبعا، بس الكاميرا كانت فاصله معانا بس معلش. وطبعا احنا دلوقتي مع بعض اهو. تثبت عليها هذا القرار لو انت قاعد عندك، لو طلع من اللسان من البطون الاحمر الشال هيبقى بحساب الوحيد اللي قلت له ايه. وكده يا حبايبي جاهزه معانا طبعا، مسخنين الفرن بتاعنا من حوالي ربع ساعه كده. هندخلها الفرن ان شاء الله، وهنشوفوها معانا بعد ما تخرج من الفرن. ده يا حبايبي شكل المكرونه بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن بالشكل ده. ايه رايكم؟ هنقطعها ان شاء الله مع بعض دلوقتي وهتشوفوها واحنا بنقطعها مع بعض كده باذن الله. طبعا يا حبايبي النجريسكو بتفرق طبعا عن البشاميل، اللي بتبقى الصوص بتاعها طاري كده بالشكل ده.
زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده اهي. ايه رايكم يا حبايبي؟ اهي. ايه رايكم؟ يا ريت الفيديو بتاعنا يكون عجبكم. هنتعشى كده ان شاء الله، وهنشوف هنحلي بايه مع بعض. حلي يا حبايبي كده حته مانجا كده زي ما احنا شايفين اهو. بالشكل ده كده. ايه رايك؟ يا ريت تكون فيديوهاتي بتعجبكم، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.